بدخل الشاب على النادي بده يجيب أسرع نتيجة، بده يتطور أسرع إشي، شو أحسن بروتين أجيبه، شو أحسن كرياتين أجيبه. هي طبيعة البشرية بشكل عام، مية بحب بالمية النتيجة بحب الفورية السرعة. بكل إشي. 100% بحب النتيجة السريعة، بحب بدي أصير زي هداك. بدخل الجيم بشوف واحد له 8 سنين بدي أصير زي هداك في شهر. طب علميا هذا الإشي مستحيل يصير، مش منطقي يعني أصلاً. لو بدنا نركب عليك عضلات بدك أكتر من شهر. ففعليا معظم الناس بفكروا انه الاي تي بي موجود عشان تقبض العضلة. أوكي. هو فعليا علميا بقول لك الاي تي بي موجود مش عشان يعمل تزحلق وانقباض في العضلة. الاي تي بي موجود عشان يفك البوندز بعد عملية التزحلق. يعني الاكتين والميوسين لما يزحلقوا على بعض بتكون بينهم بوندز. الاي تي بي موجود عشان يكسر هاي البوند وتبلش تتقطع وترجع لوضعها الطبيعي. عشان هيك لما يصير في إرهاق في العضلة، تلاحظ لاعبين كرة القدم من كتر ما بصير عندهم إرهاق بنقص مخزون الاي تي بي، بنقص مخزون الاكسجين، فشو بصير في العضله؟ بصير فيها لاك اوف اي تي بي. تمام. لما يصير في تجنج في العضله تلاحظ العضله ايش صار فيها؟ انقباض، شدت وعلقت. ليش؟ ما في اي تي بي كفايه انه يفك هاي البونز. فهمت علي؟ أوكي. فهذه العمليه هي اللي بتخلي اللي هو نقص الاي تي بي مع نقص الاكسجين، لانه من كتر الجهد يسوي الم في العضله، بس الم لحظي. ألم لحظي. الم لحظي. فهمت علي؟ يعني هذا مش الفرق بين الألم اللي حكيت عنه قبل شوي، إنه راح يلاحظ هذا الإشي نحكي بعد 5 6 سنين من اللعب، وما بين الألم اللحظي اللي أنا بزن فيه الوزن الصح. صحيح صحيح. هلا شوف، في الم احنا بنحكي عليه هلا الم وقت التمرين. صحيح. في هذا الم الإشي الطبيعي. الفترة الأولى في الجيم اللي هو أول ما تروح أسبوع بتصحى مكسر، كل عضلاتك متألمة، لأنه هذا ما في ليونة كافية في العضلات. يعني أنت عم بتحط عضلتك في مجال حركي هي مش متعودة عليه. أوكي. فالألم هو فعليا مش في العضلة نفسها، في الأربطة اللي ماسكة العضلة. فهمت علي؟ هم الغضاريف والأربطة الماسكة زوايا العضلة هي اللي بصير فيها الألم، لأنه أنت شديتها وحطيتها في مجال حركي هي مش متعودة عليه. أوكي. فلحد ما تعطيها المرونة واللياقة الكافية إنها تقدر تعطيك هذا الرينج الحركة، تمام، راح يروح لهذا الوجع. فهمت علي؟ فهمت عليك. طب هلا بشكل عام كم إلك بالجانب الرياضي والمجال الرياضي؟ شوف أنا شخصيا إلي الحمد لله 7 سنين في هذا المجال من 2017 غير منقطع. تمام. مرينا في ظروف كتير، مرينا في حروب، مرينا في مشاكل، مرينا في كورونا اللي هي كانت أكبر عائق بصراحة لكل الرياضيين، لأنه تسكرت كل النوادي، تسكرت كل هذا. فحاولنا أنه نحافظ على الرياضة بأكبر قدر ممكن. كنت أتمرن حتى في الكورونا، قدرت في البيت. في البيت وفي النادي برضو. أوكي. تعرف إلا ما نتمرن يعني بسبب علاقاتي وبسبب المعارف. فأنا يعني كنت واصل لمرحلة في الكورونا مخطي شوي، فإلي ظهور نوعا ما. فهذا الإشي أنا استعملته إنه زي ما تحكي أقدر أخذ أدفانتج إنه أستفيد منه، إنه أحافظ على هذا الإشي. أوكي. وكان كل الاحترام للكل اللي ساعد وكل اللي تعاون يعني. فكملنا في هذا المجال. بس بشكل عام إلنا 7 سنين في هذا المجال. بدايتي كانت في 2017 بصراحة، لسبب ما كنت أعرف إنه أنا ممكن راح أوصل هون. بس تغيير نفسية، تغيير هذا حياة. كان هدفك في البداية، بس أغير نفسي، تغيير يمكن روتين. أضيع وقت، يمكن يعني إنه. صحيح صحيح. بس تغيير روتين مش أكتر. زيادة وزن بسيطة. يعني بأول ما بلشت كنت كتير ضعيف، 62 كيلو. أوكي. فبدايتي كانت إنه بس بدي أزيد نتفة وزن، أضبط جسمي، كل شيء تمام. فشهر ورا شهر لاحظت في تغير بعد 6 أشهر كتير كبير. يعني أنا ما كنت متخيل إنه أنا ممكن أتأثر لهالدرجة في الجيم، إنه أشوف هذا التطور. مش بس أنا اللي لاحظته، كل اللي حوالي. فهمت علي؟ فهذا الإشي
دفعني بزيادة حفزك انه اكثر. استمر، شوف وين ممكن توصل. فبعد 9 أشهر وصلت لمرحلة إنه باني كتلة كتير منيحة، وكله طبيعي، كله 100%، كله أكل، حتى مكملات. يعني آخر بالشهر التاسع دخلت في إشي اسمه مكملات، وأنا ما كنت أعرف عنه يعني. هاي المكملات اشياء طبيعيه ما لها علاقه بالهرمونات. لا احنا بنحكي عن المكملات الغذائية. مكملات غذائيه. غذائية، بروتين، كيراتين، مالتي فيتامينز، اوميجا 3، هاي الشغلات ما كنت اخذها حتى في البداية تبعتي. اها. فهمت علي؟ فسبب دخلتي في المكملات الغذائية هاي انه الكوتش اللي كان يمرني، بكن له كل الفضل يعني، الكوتش كايد الترتير معروف، دفعني وحفزني انه ادخل في هاي البطولة وشارك وشوف شو راح يصير معك. فانا بقول له انه انا 9 اشهر يعني شو بدهم يسووا؟ آه. غيري إلهم 3 سنين بجهزوا كذا. قال لي شو بدك انت، انا بدعمك، إلك كل الدعم وإلك كل التمرين وقت ما بدك كيف ما بدك كذا، بس امشي. فانا فكرت يوم يومين، قلت له خلص توكل على الله. بلشنا في موضوع التجهيز للبطولة، وكان الاشي جدا صعب صراحة، لانه حدا جديد وتجربة جديدة، اها. وزي ما تحكي يعني اشي غريب علي، ونظام جديد علي كليا، والكل لاحظ فيه اختلافات نوعا ما. وانا بقول لك مش اشي صحي، يعني مجال البطولة اللي انا مشيت فيه مش مجال صحي، اللي هو تمرين لوده عالي، تغذية قليلة جدا، تضلك تفكر انه حفوز مش حفوز، حب المنافسة وهي اها. الامور. فالإشي صراحة أثر علي بشكل سلبي. نزلت على الستيج وما كنت متخيل إنه هذا الإشي ممكن يصير حتى. فنفسنا، وكان تقريبا في 15 واحد غيري، وناس لهم سنة وسنتين وثلاثة، وناس فعليا انصدمت بعدها إنهم ماخذين هرمونات. وقفت بينهم ونافست وجبت الثاني في هذيك السنة. أنا انت ما خلصت. كنت ماخذ هرمون لا خلالها؟ ولا شيء، 9 أشهر اللي في آه. النهاية، جديد ماخذ بروتين يعني يا دوب. ككتلة عضلية مش كتيرة، بس هذا بتحكي فيه عامل جيني في الموضوع، عامل التطور الجيني، انه جينات منيحة هيك بيحكوها، انه هذا جيناته منيحة. اوكي. فجسمي استجاب وتطورنا وتغيرنا وجبنا نتيجة حلوة، وجبت الثاني وكنت مبسوط صراحة. نتيجة يعني ما كنت حدا متوقعها ولا كذا. هذه ال أكيد كان 2018. بدي الأول يعني، بس آه. إنه مش منطق. على حدا له بس خلال ال9 شهور جاب صحيح المركز الثاني، صحيح. إنجاز. فهذا الإشي دفعني بزيادة إنه أكمل، وكملت فعليا سنة ورا سنة. بس تعرف الأوضاع هون مش مستقرة، فكانوا يعلنوا البطولة ويلغوها، يعلنوا بطولة ويلغوها. فأنا فعليا جهزت ل3 بطولات، بس اللي نزلت عليهم بس في 2018. بس البطولات اللي بعدها ما شاركت فيها، لأنه تجهز جهز جهز ويلغوا البطولة في آخر لحظة على أسباب مش معروفة، وأسباب منها يعني سياسية فيك تحكي. فأنا بعدت عن موضوع البطولات واهتميت في حالي واهتميت في صحتي. ومن بعدها فعليا بلش رغبتي إني أتعلم في هذا المجال أكتر، اوكي. وأحوش معلومات شو بقدر. فكنت فعليا يوميا إذا ما بحضر فيديو بقرأ موضوع، وإذا ما بقرأ موضوع تمام بقعد أحكي مع أي حدا له قبلي في الجيم وباخذ معلومات. هلا مش اوكي. شرط أخذ هاي المعلومات واستعملها، أنا كنت احفظها أخذ عندك. معلومات أتأكد إنها صح بعدين أطبقها. اوكي. هذا الإشي اللي كتير منتشر. تيجي بتناقش واحد في الجيم إنه على موضوع مثلا الكيراتين، بقول لك أنا قرأت أرتكل. طب اللي قرأته هذا شو مبدأه؟ هل هو صح؟ هل هو غلط؟ صحيح. تمام. الموضوع اللي انت حكيت عنه، او سوري اللي قرأت عنه، تأكدت العينة ماخدينها صح، تأكدت البيئة ماخدينها صح. صحيح. يعني فعليا البيئة اللي تطبق على شخصيات برا البلد، هون مثلا في شرق آسيا أو في أمريكا، ممكن أجسامهم تختلف عن أجسامنا. الجينات بتختلف. فالعينة لا تنطبق علينا، فالدراسة كلها لا تنطبق علينا. اوكي. فقبل ما تمشي على اساس ارتكل او بيبر معين، تمام، تاكد انه صح، او تاكد انه بنطبق علينا بالاحرى. فهمت علي؟ هذا هو. هلا كونك حكيت عن موضوع المكملات،
في كثير ناس ما بتفرق بين موضوع المكملات الغذائية والهرمونات. امم ايش صحيح. الفرق بين المكمل الغذائي والهرمون؟ صحيح، هاي كثير بنسمعها. اه. انت طبيعي ولا بتاخذ بروتين؟ ايوه. آه. لا شوف، السبب هذه الشغله لانه فعليا احنا جديد صار الكل يروح على الجيم. اها. يعني زمان كان في أكم من نادي في البلد بنعدوا على الأصابع، فيك تحكي آخر 10 سنين النوادي عم بتزيد، عدد الناس اللي بروح على الجيم عم بيزيد. طبعا هذا اشي منيح يعتبر. طبعا. طبعا. هذا أحلى إشي في الموضوع، إنه الناس جديد بلشت توعى. ثقافتها رجعت للصحة، رجعت للرياضة، رجعت تهتم في صحتها، لأنه بلشنا نشوف أمراض عم بتزيد، سمنة مفرطة على الفاست فود. ما الفاست فود ما كان زمان زي هلأ، فهمت علي؟ آخر 10 سنين يعني. فسرعة الحياة وكل هاي الأمور سببت مشاكل صحية عند الناس. فالناس بدها تطلع منها، فأحسن حل شو؟ روح على النادي، لأنه هو فعليا الرياضة اللي كتير متوفرة هون. يعني احكي لي رياضة تانية مدعومة في البلد، مثلا رياضة التنس الأرضي، احكي لي في ملاعب هون؟ لا. ما حدش بيعرف عنها. في رياضات كتير في العالم، بس فعليا المدعوم هون او الناس متقبلين او ضابط مع الناس هون اللي هو رياضة المقاومة اها. او رياضة النادي بشكل عام. فعليا الناس بلشت جديد تدخل على هذا الموضوع، ففعليا اي شيء جديد بكونش الواحد فاهم كل جوانبه. فبالنسبة لنا انت الطبيعي تروح على البيت تاكل، اما تحط لي بودرة في كاسة وتلخها انت مش طبيعي. فهمت علي؟ ففعليا الناس جديد بلشت تعرف انه في شيء اسمه مكملات، هاي مساعدات، هاي بتحسن الاداء، هاي بتساعد الجسم انه يستشفي، هاي مكملات بتساعد الجسم انه يزيد من قوته البدنية، يزيد من لياقته البدنية، يزيد من طاقته. كل مكمل له مجال شغله. اشي طبيعي المكمل. إشي طبيعي لأنه مستخلص من مواد طبيعية. يعني البروتين مستخلص من البروتين، بروتين. دجاج، سمك، بيض، صحيح. whatever. كل شركة إلها هذا. الكيراتين مستخلص من مادة الكيراتين الموجودة فعليا في اللحمة، بس هو هذا عمليا ما بصير. هو مادة الكيراتين اللي احنا بناخدها مادة مصنعة كيميائيا. كيميائيا. نعم صحيح. هلا في كثير ناس بتحكي لك انه الكرياتين بيأثر على الكلى واشرب مي. أكيد أكيد. هذا كتير بنسمعه. يعني حتى الناس اللي ما بروحوا على النادي صاروا يسمعوا هذا صحيح. الحكي ويفتوا فيه في دير كلهم بكوتشات. الكيراتين ما بيأثر على الكلى. اوكي. الكيراتين أكثر موضوع معمول عليه دراسات وين في العالم، يعني في مجال الطب، في مجال التغذية، في مجال التمرين. كتير معمول عليه دراسات في بيئات ونوعيات وكميات مختلفة. الخلاصة تبعت موضوع الكيراتين إنه الكيراتين هو بيساعد الكتلة العضلية إنها تعطي قدرة على المقاومة لمدة أطول. اوكي. يعني أنت لما تيجي تلعب مثلا بنش بريس بتحط بالعادة 20 لنفرض لعبتها 8، تاخد الكيراتين أسبوع ورا أسبوع ورا أسبوع، بتلاحظ إنك قدرت تقدر تعملها 10، وقدرت تقدر تعملها 11 و12. اوكي. فعليا هذا هو أثر الكيراتين، لأنه هو بيزيد من كمية المي في العضلة، المي اللي هي مساعدة لتكوين حلقة ال ATP. الحلقة المكونة لل ATP بدخل فيها المي، بدخل فيها الأكسجين، بدخل فيها كتير عوامل. اوكي. تمام. فأنت لما تزيد من تكوين ال ATP أنت فعليا خليت العضلة تعطي طاقة لفترة أطول، قبل ما فهذا يصير إشي فيها منيح فعليا يعني. مرحلة اللي كلنا بنعرف فيلر. فهمت علي؟ طبعا هذا إشي منيح. أها. هلا مخلفات هذا الحكي اللي هو زي ما تحكي كلنا بناكل، يعني أجلكم الله بيطلع زبالة. الزبالة هاي اللي بتطلع هي اللي بتدخل في الكلى. تمام. اوكي. هاي الفضلات اللي بتطلع من الجسم الكلى بتصفيها. هلا المشكلة انه احنا مع الكيراتين ما بنشرب مي. بقول لك انا بشرب مي بس هو فعليا ما بشرب مي. اوكي. يعني اشرب على الاقل 3 لتر، انت هيك حميت حالك. يعني قدرت الكلى انها تنظف حالها وتخرج كل السموم هاي اللي هي بتطلع مع الفضلات بكافة بشتى انواعها. تمام.
وقدرت انها تحافظ على صحتها. فهمت أوكي. علي؟ شغلة تانية بنلاحظ فيها تضارب، انه بروح بفحص في المختبر الكرياتين. هلا بمجال انا شغلي الاساسي اللي هو مجال المختبرات وكذا، أوكي. فهذا اشي دعمني برضو، انا نسيت احكيه، انه دعمني انه اقدر اتعمق اكثر في العلم هذا، واتعمق اكثر في المجال الرياضة، واقدر اربط بين المؤشرات الحيوية اللي بتطلع من الجسم على تأثيرها على الرياضي بشكل عام. أها. فقدرت أقرأ هاي المؤشرات، قدرت أقرأ وأفهمها وأشوف نتائجها على الجسم بشكل عام. فبروح على المختبر، بيعمل فحص كرياتينين، بلاحظ إنه الكرياتينين عنده 1.3. بشوف المدرب تبعه، تمام، سوري، مش المدرب، بشوف الدكتور تبعه، بقول له الدكتور اقطع الكرياتين واقطع البروتين وابعد عنهم كلهم. طب ليش؟ طب انت لازم تسأله أكم من سؤال تاني. هلا غالبا الدكاترة مش كتير متعمقين في مجال الرياضة على انهم متعمقين في مجال الطب، صحيح. ولا بأس انهم يجمعوا بين الطرفين، لانه إشي كتير منيح انت تعرف شو سوى المريض قبل ما يجي عندك. حتى هذا في مجال الطب لازم يسألوا عنه، يعني انت شو سويت قبل ما تيجي علي؟ تمام، انت قديش شارب مي قبل ما تيجي علي؟ انت وين كاين؟ انت كيف وصلت المختبر قبل ما تيجي؟ يعني فعليا انت لو تروح بسيارة خاصة على المختبر ويحكوا لك المختبر في الطابق الخامس، وتطلع على الدرج تحت، انت لما نزلت من السيارة الكرياتينين عندك 1، بس لما وصلت المختبر دخلت المختبر سحب لك دم صار 1.3 او 1.2 مثلا. أوكي. فهو الاشي مؤثر سريع مرات بيكون. أها. فهمت علي؟ فلازم الدكتور يسأل هاي الجوانب. شغلة تانية، إذا لاعب تمرين كتير قوي أو جهد عضلي كتير قوي قبل عملية الفحص، تمام، ب تمام. 24 ساعة، راح يأثر هذا في إشي في النتيجة ويعطي نتيجة مش واضحة. فهمت علي؟ أوكي. فالأصح إنه الواحد ينقطع قبل ما يعمل فحوصات يوم كامل عن التمرين، سوري، يوم كامل عن المكملات، على أساس يقدر يعطي القراءة الصحيحة لهاي العينة، لأنه أساسها لازم أنت تتصرف. هلأ إذا طلع 1.3 ما تقطع الكرياتين، ما تقطع البروتين، اشرب مي زيادة، راقب حالك، تمام، راقب أنت وين المشكلة، وصدقني كله رح يطلع إيش، ولا في مشكلة ولا في إشي. بس بس بدك تضلك مشروب المي متابع. زيادة، تابع حالك، تابع أوكي. جسمك، تمام، وارجع اعمل فحص كمان أسبوع، رح تلاحظ إنه إيش، المشكلة انحلت. فهمت أوكي. علي؟ هذا هو. فالمكملات بشكل عام هي زي ما حكينا مستخلصة من مواد طبيعية، من مواد أساسية موجودة في كل بيت. فأنت يا إما بتاكلها يا إما بتاخدها عن طريق مكمل. هلا ليش بناخدها عن طريق مكمل؟ لأنه صعب تدخل 3 جرام أو 5 جرام كرياتين اللي هو بدك عن كيلو طريق لحمة اللحمة. عشان صحيح. بدك كيلو لحمة وأكثر من كيلو لحمة عشان تدخل 5 جرام، أوكي. فأنت ما بتقدر تاكل. حتى البروتين أنت بتحكي 200 جرام لكل شخص مثلا، هيك هم بيحسبوها، أنا أها. بحسبها بطريقة تانية. أنا بحسبها جرام بروتين لكل سنتيمتر طول. هذا المعدل الطبيعي للشخص الطبيعي اللي بده يحافظ على صحته ويشوف نتيجة عضلية حلوة. أوكي. تمام، أنا هاي بعتمدها مع كل الناس اللي بدربهم، مع كل الناس اللي بنصحهم، جرام بروتين لكل سنتيمتر طول. فهمت أها. علي؟ فاهم عليك. اللهم صل على محمد. فالبروتين هذا لما أنت تاخده آه زي ما تحكي بساعد الجسم إنه يعطيك النتيجة، لأنه أنت ما بتقدر تاكل كيلو دجاج، عملية أكله ناشف وعملية هضمه برضه صعب. فإنه أنت تاخد الوجبة المكمل البروتين وبعد ساعة ممكن تاكل كمان وجبة، بس فعليا لو تاكل وجبة دجاج نص كيلو دجاج مش راح تقدر تاكل غير ل3 ساعات. صحيح. فهي مساعد إنك يوصلك للرقم اللي لازم تحافظ عليه في اليوم. مهم. بس هذا إذا بدنا نحكي من ناحية أرقام، من ناحية أرقام. آه، نقطة جدا مهمة إنه الناس كتير بتعقد موضوع النادي. آه. موضوع النادي فيش أبسط منه. بدخل الشاب على النادي بده يجيب أسرع نتيجة، بده يتطور أسرع إشي، شو أحسن بروتين أجيبه، شو أحسن كرياتين أجيبه. هي طبيعة البشرية بشكل عام، مية بيحب بالمية النتيجة بحب الفورية بكل السرعة، إشي. 100%.
بحب النتيجة السريعة، بدي أصير زي هداك. بدخل الجيم بشوف واحد له 8 سنين بدي أصير زي هداك في شهر. طب علميا هذا الاشي مستحيل إشي يصير، مش منطقي يعني أصلاً. لو بدنا نركب عليك عضلات بدك أكتر من شهر. فالسرعة هاي بتدخله في مجال غير صحي، اوكي. اللي هي بصير يدخل مكملات زيادة عن اللزوم، ويدخل أشياء هو مش محتاجها فعليا. علميا أول شهر أنت ما بتقدر جسمك يفتت هذا البروتين ويستفيد منه ويستعمل في عضلات، لأنه أنت لسه ما دخلت طور تفتيت العضلات. اها. يعني أنت أصلا أول شهر لسه لتجيب الفورم الصح، لتجيب التكنيك الصح، لتجيب المدى الحركي الصح، لتقدر تربط توافق عضلي عصبي مع العضلة إنك تحركها هاي فعليا، وتقدر تحطها تحت ضغط إنها تستفيد. هذا الإشي لسه بده وقت، فهمت علي؟ طبعا. فهذا الإشي عبال ما تتقنه لبعدها تصير تحط وجع على العضلات اللي قلت لك عليه، اللي هو الوجع هذا. هذا بده وقت لتقدر تحس فيه. مستحيل تحس فيه من أول يوم ولا من أول شهر، بده أشهر تبنيه ستيب باي ستيب. اوكي. فهمت علي؟ اها. سام، انت من الاشخاص اللي اخذوا هرمونات خلال مسيرتهم؟ صحيح. أنا كان لي تجربة، تجربة قعدت تقريبا 9 أشهر. تمام. بالهرمون؟ بالهرمون صحيح. اوكي. وفيش عيب في الموضوع. أنا فعليا تقريبا 6 سنين قعدت طبيعي. تمام. تمام. استوفيت الحد الطبيعي للشخص وزيادة شحطة عنها. انه خلص هون انا وقفت بناء عضلات، صح؟ صحيح صحيح. النمو الطبيعي. من ناحية دايت، من ناحية تمرين، من ناحية تغذية، جربت كل شيء على جسمي. والكل كان يفكرني أصلا باخد هرمون على وضعي الطبيعي اللي أنا كنت فيه. اوكي. فوصلت لمرحلة إنه كتير بيجوني شباب بيحكوا معي إنه شو نسوي وشو نعمل، وهم داخلين في الهرمون أصلا. اوكي. فأنا فعليا مش عارف أشرح له. أنا فاهم بس مش عارف أشرح له، لأنه أنا مش في موقع تجربة انت ما جربت زي ما الاشي. هو. تروح على دايناميك، بتعرف اذا بتعرف دايناميك جيم لا والله. في نابلس، بتروح على الساعة 5، الماكينة على الدور، بدك في 3 4 قدامك. بالضبط. والنادي حجز كبير. باسم. حجز حرفيا حجز. صحيح. فجد انه الناس صار عندها اقبال. آه. بس انا بحس 90% من الناس اللي بتفوت الاشي فترة وبتبطل. بعرفش ليش. أنا هلا بحكي لك ليش. يعني انا حكيت لك انا 12 مرة إن اخر فترة 3 شهور. مم. 3 شهور، والنتيجة حسيت انه في شيء، بس انه خلص بعدها قطعت. أنا أقول التهيت لك في ليش. الشغل، في البودكاست، في الجامعة، وفي كثير امور. فانه خلص تشتت الامور. حتى كنت اكل صحي، كان كل شيء يعني ممتاز 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 خلال 3 شهور. اكل، نوم، صحة، أكيد أكيد. مكملات، بس بروتين. أول ما طلع لك موضوع تخربش. ايش؟ أول ما طلع لك موضوع في حياتك بطلت تروح. اه أول ما صح. تغير عليك إشي. يتغير علي إشي، مثلا صرت أصور البودكاست فحكيت إنه خلص صعب جدا. بالضبط. أو إنه جامعة. بالضبط. طبعا كل مرة ظرف. أكيد كل مرة يصير ظرف. أكيد. خليني أقول لك ليش. وهذا الإشي مش بس أنت، يعني إشي طبيعي، صح؟ كتير شباب. أصلا النادي، بما إني أنا كان لي مجال في النادي، أنا بقول لك النادي في تقريبا 20% بنسميهم متبرعين الجيم. الناس اللي بيجوا بيسجلوا. تمام. وهذا دخل مهم جدا للنادي. دير بالك، بسجل شهر بتحمس، برجع بسجل 3 أشهر، بروح أسبوعين وببطل. أوه نادي كيف هون. ف فعليا بعض النوادي مسجل فيها 300 شخص. اللي بزوروا النادي فعليا 120 100 شخص. فهو ماخذ مصاري لخدمة 300 شخص، ولكن الخدمة اللي مقدمها ل 120 شخص. فهمت علي؟ أنت شجعتني أفتح نادي بعد. مشروع لا بأس به، يعني لا بأس به. لو كل بدخل الجيم بشوف أجسام بتخوف، عضلات، بدي أصير مثله، شرايين، بدي أرفع زيه. هذا برفع 50 كيلو، أنا بدي أرفعهم. بلش يسأل الكوتش من هون، يسأل واحد معضل من هون، يسأل كذا كيف بدي أصير هيك، كيف بدي أرفع. بلش يعطيه نصائح
افطر ابصر شو، بيض ني على عسل على جوز على ابصر شو، بعطيه خلطات غريبة. بسمع من هداك خد 5 6 وجبات في اليوم. بسمع من هداك بروح عند امه، يما اطبخي لي، يما سوي لي، بدي البروتين الفلاني، بدي كذا. بلش ياكل البيض، ابوه ببلش يكرهه. فهمت علي؟ ببلش يخلص البيض في البيت وياكل البياض ويكب الصفار شو بتسوي؟ طب انت كنت ماشي طبيعي وعين الله عليك في حياتك، سجلت في الجيم، شو اللي تغير؟ ما تغيرش شيء. انت لازم تضلك متمرن في الجيم وتاكل اكل طبيعي. هلا نسبة لزيادة الجهد اللي سويتها لازم تزيد في اكلك، بس اوكي. مش شرط تغير في اكلك. تمام. هلا نحكي انه احنا طبيعة اكلنا سيء والاكل الاجتماعي اللي موجود في اه عندنا حياتنا سيء، هذا بندخل فيه. بس فعليا انت مش لازم تغير اشي، انت لازم تبلش تتعلم كيف العب صح. تمام. العب صح واكل صحي بنفس الوقت صحي نوعا ما. نوعا ما. ليش؟ اوكي. لانه انت مستحيل تاكل صحي طول وقت تمرينك، طول وقت ما انت بتتمرن، لانه التمرين لازم يكون نمط حياة، مش اه فترة داخلها انت تحقق هدف وتطلع. اوكي. تمرين اسلوب. صحتك بدها اياه مدى حياتك. اوكي. هلا مش شرط انت تضلك ترفع في هاي الاوزان لكل عمرك، بس الكتلة العضلية رح تبنيها، رح تستعملها بعدها انها تحافظ على صحتك، تعطيك الطاقة الكافية انك تسوي معظم امور حياتك، حركات اللياقة البدنية، المرونة مهمة جدا برضو كتير بيهملوها. ففعليا انت مش لازم تغير اشي، بلش تعلم كيف اتمرن صح، اها. كيف العب صح. هذا اهم من انك تتعلم في البداية شو اكل. هلا وانس اتقنت هذا الاشي وبلشت تقدر تعمل توافق عضلي عصبي، تقدر تضغط على عضلاتك، وبلشت تشوف انه انت قادر تتحكم في عضلاتك بشكل جيد، هون ممكن تبلش تتعلم مجال التغذية. فهمت علي؟ اوكي. ليش؟ لأنه فعليا أنت لما تركز في مجالين رح تتشتت، ولما تركز في مجالين هدول المجالين رح ياخدوا حيز من حياتك، فأنت رح تمل، لأنه الموضوع صار مقلق. يعني أنا ويلي أتمرن، ولا ويلي أسوي الأكل، ولا صحيح. ويلي إمتى أصحى، ولا ويلي إمتى أروح على الجيم وكذا. فأنت فعليا زي ما أنت حكيت لي اه شخصيا إنه أكثر من مرة أروح وأترك، أروح حرفيا وأترك. 12 مرة ادخل النادي واطلع. 100%. شهر ليش؟ شهرين تبه شهرين. حلو. لانه فعليا انت بتزيد تاسكات على حالك. اه انا بدي اتمرن، وانا بدي اكل صحي، وانا بدي العب منيح، ايوه وانا هيك. بدي اطور حالي، وانا بدي اعمل وبدي اسوي وبدي كذا. طب وحياتك اللي كانت قبل طيب وايش رح الحل؟ تتخربش. رح تتخربش شهر شهرين ثلاثة، مش رح تشوف اثارها، بتحكي معلش معلش معلش. صحيح بس اخر شيء خلاص. خلاص بدي ارجع لحياتي اللي سنين ببني فيها. آه. فلا، حط الجيم على جنب، خليني ارجع اضبط حياتي وبرجع له. ايوه معلش. هيك 100%. انا حكيت لما اخلص بالضبط. البرنامج انه بدي ايوه ارجع. بدي ارجع على الجيم. فعليا بيجيك اشي بعدها، بعدها بيجيك اشي انا بعدها. عارف اه برد. فهو انا بحكيه دائما انه انت قبل ما تخلق فكرة في راسك انه انا بدي اروح على الجيم، بلش نظم في وقتك. يعني انا بصحى الساعة 9، من 9 ل4 بشتغل فرضا. تمام. اشي طبيعي في هذا الوقت انا ما اقدر اروح على الجيم. تمام. فأنا لازم أكون عارف إنه من 5 ل7 مثلا أنا لازم أروح على الجيم وأخلص وأروح. اها. فأي إشي في حياتك إذا بدك تنظمه أو إذا بدك تبنيه له وقت، مش لازم يكون في هاي الفترة. طيب واذا انك اضطريت يكون خلال هاي الفترة؟ حلو الكلام. هذا الإشي اللي هو في هذه الفترة قديش أهميته مقارنة في صحتي. اوكي. إذا أنت مجبور عليه فهذا الإشي أهم من الصحة فعليا. اها. اللي هو التزام مادي، التزام مهني، يعني عليك أمور اجتماعية بدك تخلصها كذا. بس هاي غالبا أمور مؤقتة مش أمور دائمة. هلا شو اللي بصير معنا؟ احنا بندخل الجيم، بنخلق الوقت، كل شيء تمام، تمشي الأمور زي الحلاوة. بعد شهر شهرين ثلاثة ببلش يطلع لنا إيش؟ أشياء جديدة، مشاكل جديدة في حياتنا. عرس فلان، أبصر شو، الطلعة الفلانية، بدي أنزل أعترف. أخلص هالشغلة في أبصر وين، هداك بدي ألاقيه بدي أحكي معه في موضوع. الشباب اللي مش شايفهم أسبوع زمن، ولف ايوه هيك كل ولف، يوم في عندك في إشي. عذر،
فهمت علي؟ فهو هذا السبب خلاني تقريبا أول سنة ونص أنا أقدر أفصل لو شو ما صار، يا أحطه قبل الجيم يا إما بعد. وإذا غبت اليوم أحاول أروح بكرة، وإذا غبت اليوم وبكرة أحاول أروح بعده عشان ما أنقطع. فهمت اوكي. علي؟ فأنا فعليا خليني أكون صريح، بعدت اجتماعيا شوي عن الناس، بعدت عن أصحابي، بعدت عن العلاقات اشي كافة. طبيعي. إشي طبيعي، بس هذا أنا بحكي على شخصي. أنا شو سويت عشان أقدر أستمر؟ لأنه هو في واقع الاجتماع، واقع المجتمع اللي إحنا عايشين فيه، ما بتقدر تبعد عن الكل. صحيح. لأنه أنت عايش في مجتمع متشارك، أنت بتروح للناس عشان الناس تجيك، أنت بتخدم الناس عشان الناس تخدمك، أنت بتشتغل مع الناس عشان تضلها تشتغل معك. ففعليا أنت في بعض الأحيان مضطر إنك تترك الجيم، بس لا يعني إنك تتركه للأبد أو تتركه لفترة طويلة. يعني هذا الأسبوع ما زبطش معك غير يومين، عادي الأسبوع اللي بعده بزبط 4 و5. بس هو فعليا إحنا هذا الأسبوع ما رحتش غير يومين، خلص أنا شو بدي أجيب أو شو بدي أحقق بعدها؟ ايوه هيك راح المفروض. علي الوقت. لا، ما راحش شيء. فعليا اللي راح امبارح أو اللي خبصته امبارح بالأكل انساه كليا، بلش من بكرة. احنا كل يوم بنحكي هيك، خلص انسى بالضبط. امبارح وركز على بكره، انسى امبارح وركز على بكره، صار لنا آه. 5 6 سنين على هالموال. ما هي هاي المشكلة، هي تسارع الحياة. الحياة اه. صارت سريعة كتير، والتكنولوجيا سريعة كتير. وإذا بتلاحظ على حالك مرات تمسك تفتح التيك توك، ما بضيع ساعتين من يومك. طب شو صار؟ أنا ضيعت يومي. اها. تفتح انستغرام تشوف أخبار كذا، راح النهار. فيش ثمره لهذا الاشي، عكس الرياضه. 100%. أنا مرات بتكاسل، بحكي خلص بطلع على الجيم على 5، بحط الوجبة باكل، لا لسه ما هضمتش، خليني أطلع على 6، بحضر لي شوية أخبار، بفتح لي شوية تليفون، الساعة 7:30. طب أنا أسامة بالعادة 5 بكون بالجيم، 7 بكون مروح، ومروح من الشغل 4:30 أو 4 مثلا. فهمت علي؟ كيف كنت أقدر أعمل هذا الحكي زمان؟ فعليا الإشي إشي جدا بسيط، كسل. الكسل دخل علي. هلا اللي بيسمح للناس، اللي بيسمح للناس اللي بتسمح للكسل يدخل عليها، بتخسر في هذا المجال بالذات. انه يوم ورا يوم، عذر ورا عذر، سبب ورا سبب، بعدت ترجع بتبعد. طيب انا كيف بدي اقي حالي من هذا الكسل؟ كيف بدي حلو. اضلني دائما متشجع اني اروح على النادي، عندي النفس اني اروح اتمرن؟ مم. شوف، انا بهذا الاشي بتناقش مع الناس في الموضوع النفسي. نفسي اكثر من نفسي اه. اكثر من انه صحي. اوكي. سوري. صح. آه، المجال النفسي في هذا الموضوع كثير مؤثر على الناس في موضوع الالتزام. مهم. اللي هو الواحد يفهم شو سبب أنا ليش رايح على الجيم، أنا شو بدي أستفيد من الجيم. فهمت علي؟ أنا ليش عم بجهد في نفسي إنه أروح وأتمرن كل هذا التمرين وكل هذا الجهد؟ شو السبب؟ هلأ في ناس بروحوا، يعني سوري بالكلمة، بروحوا بس عشان يظهروا حالهم، showing off. أنا أطلع شو لي بس. عضلات، أنا كذا، أنا بدي أسوي جسم بيتش بادي وأبصر شو. أنا بدي الناس يتطلعوا علي، سوري بالكلمة، أنا بدي البنت الفلانية تنتبه علي. اه. فبروح عشان هذا الهدف. هذا الهدف مش لحظة لحظة مش بتكسر. مش هدف استمراري. هلا صحة الناس، صحة الإنسان في الدنيا، مش هيك بنحكيها؟ صحيح. إذا الشخص راح على الجيم هدفه صحته، راح يستمر. إذا كان عنده الوعي الكافي لإيش يعني الصحة، وإيش يعني الاهتمام في الصحة، وإيش يعني أنا أدير بالي على صحتي، إيش يعني أنا أكون بصحة جيدة وما عنديش دهون زيادة وسمنة، وعندي أمراض مثلا سكري، ضغط، الأمراض المنتشرة، آه، أمراض كوليسترول، أمراض ضغط دم، كل هذه الأمراض إنه أنا أقي حالي منها في إنه أنا أكون إنسان بعمل رياضة. مش شرط الجيم، بس أنا بقول لك مثلا زي ما يعني. حكيت لك في البداية إنه المنتشر عندنا الجيم، بس أعمل أي رياضة، أحط جسمي تحت تأثير رياضي يعطيني النتيجة اللي هي النتيجة الصحية منه. فهمت علي؟ اوكي. فإذا نظفنا فكرنا عن هذا الموضوع وحسنا الفكرة النفسية وراء إنه أنا أروح على الجيم، صدقني المعظم ما راح يستمر.
مش إذا كان الكل. هدفه صحي. 100%. ما حكيت لناش عن تجربتك الشخصية مع الهرمونات. صحيح. احنا بلشنا في هذا الموضوع بس ما كملناه. شوف زي ما قلت لك في البداية، أنا قعدت 6 سنين طبيعي، ما باخد أي هرمونات، ما باخد أي شيء عدا عن المكملات، نظام صحي، أكل صحي، نظام حياة صحي فيك تحكي نوعا ما. جربت كل شيء، جربت كل الطرق في التمرين، الطرق في التغذية، مدارس كتير. زي ما بتعرف التغذية إذا بدنا ندخل فيها ونتعمق فيها مجال جدا واسع، مش رح تكفي هاي الحلقة. بس جربت فيك تحكي كتير أنواع من التغذية، وشفت إنه وصلت لحد، استوفيت الحد الطبيعي للشخص الطبيعي من الكتلة العضلية أو من الشكل فيك تحكي. لأنه الشكل مش بس كتلة عضلية، نشافة عضلية. نشاف عضلي. النشافة العضلية صعب توصلها، النشافة القوية كتير بشكل طبيعي. بتاخد منك جهد طويل وفترة كتير طويلة، واستمرار على أكل صحي صارم فترة كتير طويلة. هلأ اللي احنا بنحكيها الهرمونات هو فعليا هي محسنات أداء الاستيرويدز يعني. وأنا دايما بحكي للكل في موضوع الهرمونات لازم الواحد يدير باله كتير، ويدير باله. كيف يدير باله؟ يبعد عنه. يبعد عنه. يبعد عنه كليا. ما يفكرش انه بدخل في كورس صغير باخد لي شغلة شغلتين، حبة من هون، الكوتش قال لي خد لك 50 حبة الداينابول او واتيفر، بدناش نحكي مسميات. بتتحسن، بتضخم، بتعمل كتلة. شوف أنا خلال الفترة اللي دخلتها تقريبا نحكي 12 مرة، حوالي 8 كوتشات أو أكثر حكوا لي خد هرمون. وأنا لساتني جديد، لسه أنا داخل جديد على المجال. حكي لي خد الكورس كذا منيح، صحي صحي، تخافش هيك بحكي لي. هاي مشكلة. هاي مشكلة. شوف مع احترامي للجميع، احترام لجميع الكوتشات، في عنا مشكلة إنه إحنا صرنا نستعمل الهرمونات كمجال تجارة. يعني ما بدنا ندخل في هذا المجال، بس هي صارت تجارة. وهي أصلا أنت فعليا تشتري الهرمونات في البلد بلاك ماركت. هلا في ناس بيسمعوا بلاك ماركت، إيش يعني بلاك ماركت؟ يعني مش محطوط في الصيدلية بتروح تشتريه، مع إنه موجود في بعض الصيدليات هرمونات، بس بتكون صيدليات عليها مشاكل وصيدليات مش مرخصة أو في مناطق مش مرخصة. بس هو فعليا موجود في كل الصيدليات، اللي هو التستوستيرون أو الديكورت فيك تحكي، الديكا اللي بيحكوا لها الديكا. فالهرمونات هاي صفوا يستعملوها كتجارة. وإنه أنا يعني لازم يكون في شوية شفافية في الموضوع، إنه لا بضر، بأذيك، جد بأذيك، بيعمل لك مشاكل ضغط، بيعمل لك مشاكل كبد، مشاكل في الكلى، أشياء أنت لسه يمكن ما بتعرفها. يعني إحنا ربنا خلقنا بأحسن صورة وأحسن صحيح. تكوين، وأعطانا الصحة أمانة، فإحنا لازم نحافظ عليها. فإني أنا أدخل سموم على جسمي وأنا ما أكون عارف إيش مضارها على صحتي، الجسم اللي أنا حامله واللي أنا مسؤول عنه، أنا عم بضر فيه وأنا مش عارف شو المضار عليه، فهاي قلة مسؤولية. فهمت علي؟ وقلة مسؤولية برضو من اللي بنصح الهرمونات هاي. فأنا بتمنى إنه الناس يصير عندها وعي زيادة على أي إشي بتدخله جسمك. لأنه أي إشي غير المكملات مضر، والمكملات زيادة عن حدها مضر. ابعد عنها، ابعد عنها، اهرب. اي حدا بقول لك خذ هرمونات، اهرب منه. هذا ما بده ايش ما مصلحتك. كان نوعه. ايش ما كان نوعه. هلا شوف، في نقطة جدا مهمة انا بدي احكيها ودائما بحكيها للكل. احنا كلنا بنشتغل، كل واحد عنده وظيفته، تمام، وكلنا بنكسب رزقنا من شغلنا. هلا في بعض ناس اللي احنا بنشوفهم على السوشيال ميديا والانستغرام والتيك توك، هذول عليهم اجسام وبيشاركوا بطولات وكذا. هدول ليش بياخدوا هرمونات وبيشاركوا بطولات؟ لانه هدول بياخدوا مصاري من وراء ايش؟ مشاركة البطولات والسبونسرشيب اللي بيجيهم والدعم المالي اللي بيجيهم وكل هاي الامور. هذا هو مجال عيشهم، يعني هذا المدخول المادي اللي عليهم، فمجبور انه ياخذ هرمونات. فانا بحكيها دائما، اذا انت ما بدخل لك مصاري او ما بتاكل خبز حرفيا من وراء انك تلعب في الجيم،
لشو هالورطة، لشو هالألم، ولشو هالتعب، ولشو هالمخاطرة كلها. يعني لا صحة ما ولا مساء ليش؟ ما إلها أي داعي. فهمت علي؟ لأنه هذا مجال مش مجالك، وشغل مش شغلك، فأنت ليش تدخل فيه أصلا؟ بدك جسم. طب حلو، بدك جسم، بس يا عمي كل شيء له ضريبته. صحيح. فهمت علي؟ أنت مستعد تتحمل هاي الضريبة؟ ما أظن تقدر تتحمل فآثاره الضريبة هاي. سلبية. لأنه هم بيشوفوا أجسام بيقول لك هذا ماخذ هرمونات، بس هو ما عرف شو مر، وما عرف إيش رح يمر بعدها. كمان لسه ما بعد. فعن تجربتي الشخصية أنا زي ما بقول لك أخذت الهرمونات، وكنت زي ما قلت لك موقف صار معي، إجا واحد داخل في الهرمونات فإجا يسألني. أنا قبل ما أدخل في الهرمونات بعرف علميا حسب القراءات والدراسات. القراءات والدراسات اللي درستها، بس ما قدرت أجاوبه لأنه أنا مش في موقع تجربة. فلما دخلت في هذا المجال وتعمقت فيه وجربته أنا شخصيا على حالي، أعطاني الموضوع معلومات وخبرة أكثر من 10 سنين أقعد أدرس عنه. زي ما بحكوا لك، اسأل خبير ولا تسأل دكتور. صحيح. اسأل مجرب ولا تسأل صح. دكتور. ففعليا للصدفة رجعت التقيت فيه نفسه، فقلت له صار معك 1 2 3؟ بقول لي كيف عرفت؟ بقول له تمام، وانت هلا بتعاني من كذا كذا كذا. قال لي مزبوط، انا بعاني من كذا كذا كذا. وقلت له الحل 1 2 3، بتسويهم وإن شاء الله صحتك تمام. اعمل فحوصات، راجع طبيب، بس أنا بدعمك إنك تروح في هذا الاتجاه. أوكي. أنا ما بدي أدخل في أي تفاصيل علاجية ولا هاي الأمور. أنا بعض الناس اللي بيجولي بوجههم من ناحية كيف يعالجوا حالهم، لأنه بعض الآثار الجانبية للهرمونات بتبين بعد ما تخلص الهرمونات. فهمت علي؟ بعد ما تبلش تسحبها من جسمك بتبلش تشوف خربشة في الهرمونات، بتبلش تشوف خربشة في الوظائف الحيوية تبعت الجسم. تمام. بتشوف خربشة في الأجهزة تبعتك مختلف أنواعها. فلما يبلش يلاحظ هذا التغيير بيشوف إنه بلش عنده مشكلة، بلش يسأل يمين شمال شو أعمل. بتكركب الكركبة هاي بتزيد الخربشة. فعليا الهرمونات، ما احنا كلنا بنعرف إنه الهرمونات بتعمل آثار سيكولوجية في الجسم، آثار نفسية. فأنت لما تزيد توترك أنت هرموناتك تخربشت بزيادة. فهمت علي؟ فبيجوا بيسألوني أنا بوجههم فعليا. يعني أنا بوجه ما بعالج. يعني بقول له سوي 1 2 3 إن شاء الله إنك تتحسن. تمام. لأنه الهرمونات أنا مش دكتور، بس أنا فاهم شو اللي عم بيصير فيه من موقع تجربة زي ما قلت لك. أوكي. فأنا ما بدعم أي إشي، لأنه أنا عرفت فعليا الآثار الجانبية اللي بتصير على الواحد بعد ما يترك الهرمونات وحتى خلال الهرمونات. يعني أعطيك السيناريو اللي بصير هيك بشكل سريع. ببلش أخذ الكورس من كوتش من اللي حكيت لي عنهم ونصحوا فيه. بلش فيه إشي هيك صغير، يعني مش كتير مضر. بلش فيه أول أسبوع، ثاني أسبوع، ثالث أسبوع، كل شيء تمام، فيش أي تغيير. سوري. صح. كل شيء تمام، فيش أي تغيير. رابع أسبوع بلش يشوف إيش شرايين في جسمه، بلش يشوف قدرته العضلية مخيفة. انبسط. بلش الجيم يلاحظ إنه ما شاء الله بيرفع، الله يحميه. بعد هذا الأسبوع الرابع، الأسبوع السادس، الثامن، التاسع، ببلش يلاحظ إنه نفسه تقل. بالليل بطل يعرف ينام. ممكن يصحى بالليل منقوع مي، مش عاملها تحته، إنه كل جسمه عرقان. هذه آثار جانبية ممكن تصير. ببلش بعد 8 أسابيع نحكي. ممكن يصير من أول أسبوع عادي. الأجسام كوكتيل، يعني كل جسم له خريطة. كل جسم بتأثر في الهرمونات بشكل. يعني لو تجيب أحسن كوتش في العالم هاني رامبود مثلا ويعطيك كورس، ولا يمكن يضمن لك الآثار الجانبية راح تصير معك 100% بعد ما تاخذ هذا الكورس، ولا يمكن، وأنا بتحدى. ففعليا أنت بخلص مثلا الأسبوع السادس، السابع، الثامن، بلش تشوف تغييرات تانية غير
التغييرات الحلوة اللي هي العضل والكذا وهذا. بس بتكون تأثيرها حسب كمية الاسترويدز اللي دخلها على الجسم. كل ما زاد كل ما شاف تأثير سلبي أكتر. بس فعليا لو نحكي مثلا على التأثير الأشياء البسيطة اللي عم باخدها، اللي هو المعظم اللي باخدها، رح يشوف ضغطه زاد، رح يشوف عنده صار عرق بشكل مش طبيعي، رح يصير عنده مثلا هبوط مرات في السكر، هاي بعض الآثار الجانبية. رح يصير عنده مثلا خفقان في القلب زيادة عن اللزوم، ممكن يكون قاعد في الليل نبضه يوصل 120. فهاي الآثار الجانبية هو مش رح يكون فاهم، وهي صارت معي أنا شخصيا. أوكي. بس أنا عارف شو عم بيصير معي، فأنا عرفت كيف أتصرف معها. فهمت علي؟ لأنه أنا عارف شو ليش هيك بصير، عارف إيش لازم أسوي، عارف دركت كيف الموقف. أحمي حالي. ادركت الموقف. هلا بعض الناس ما بيعرفوا، بلش يشوف برضه حب أحمر صغير على كتافه، على ظهره، تمام، في إجريه. فهذا الإشي بيعني إشي، يعني الحب لغة إشارة في الجسم إنه في إشي عم بصير جوا، في ضغط زيادة عن اللزوم. اوكي. فتلش تشوف شرايين وين ما كان، شرايين وين ما كان مش إشي منيح، مش إشي حلو. في ناس بيجي بيسألوا كيف ابين شرايين ايدي. الشرايين مش إشي صحي. أنت اللي بتشوف عليه شرايين احكي الله يحميه، قلبه عم بيعاني. هذا قلبه بقول لك مشان الله نزلني أنا تعبت. فهمت علي؟ لأنه الضغط اللي عم بصير على القلب مش طبيعي. ليش هذا الضغط؟ لأنه كمية الكوليسترول اللي بتتكون في الدم والفينز كلها بتزيد. كمية الأكسجين اللي بيحتاج الجسم يضخها عشان كمية الأندروجين ريسبتورز اللي تكونت ناش نتعمق كتير، ولكن صارت كثير في ضغط. فبلش القلب يضخ يضخ يضخ، ومش مكفي مش مكفي يضخ، لأنه برضه ضيقت الأوعية الدموية بسبب الكوليسترول، ويضخ يضخ ورفع الهارت ريت تبعه. هذا إشي مش صحي. احنا كل ما نزل الهارت ريت كل ما قل عدد الشرايين في الجسم، دليل انه القلب مرتاح، دليل انه القلب راح يعطيك كفاءة عمرية اكبر. فهمت علي؟ الله يحمينا ويحمي الجميع يعني. بس هذا الموضوع الناس فاهمينه بطريقة مغلوطة. فانت لازم فعليا، في اشي قرأته بقول لك انت لو تمارس شهر زمان مقاومة، تمرين مقاومة بس مع بوز، يعني مثلا تمسك وزن وتدفعه لمدة مثلا دقيقة وتريح. إذا تعمل هذا الإشي مثلا 4 مرات، 4 سيتس يعني كل يوم لمدة شهر زمان، راح ينخفض عندك الهارت ريت لحد 10 درجات. فهمت؟ هذا إشي صحي. يعني الهارت ريت لما يكون عندك 70 انت ممتاز، بس 60 في الريستنج ريت، تمام، هذا ممتاز جدا. انت انسان رياضي، انت انسان صحي. ليش؟ لانه في القبضة الواحدة انا بوزع في كل جسمي، فانا بحتاج 60 قبضة عشان اوزع في كل جسمي. فما بالك قلب محتاج 120 قبضة عشان يوزع في كل جسمه. هذا قلب مستوي، هذا قلب كتير مضغوط عليه. احنا في العشرينات مثلا، الشباب، عمر الشباب ما شاء الله كل شيء تمام، صحتنا منيحة، مرتاحين، فينا نشاط كذا. بس لما تبلش تدخل في ال30 راح تبلش تشوف مشاكل، لما تبلش تدخل في ال40 مشاكل أكتر وأكتر إذا بتضلك على هذا الوتر. فلا، لازم نرجع خطوة لورا، نفهم إيش يعني قلب مرتاح، إيش يعني صحة منيحة، إيش يعني نبعد عن كل هاي السموم، نبعد عن كل هاي الهرمونات المضرة في الجسم، اللي هي فعليا مش راح تبسطك غير سنة أو سنتين. راح تدخل في الكورس تكوي على العضلات، الناس تكيف عليك وانت تصور تكيف على حالك. حالك، تصور على حالك، وبعد ما تطلع منها نفست. هذا الاشي المشكلة النفسية ما بعد الهرمونات، عدا انه المشاكل الصحية بصير الموضوع فيه ادمان. وفي كوتشات كتير مشهورين هلا بيحاولوا يدعموا الناس انهم يقلعوا عن الهرمونات. الهرمونات انا بصنفها زي الكوكايين فعليا. ليش؟ انه تاخدها انت بتدمن على حالك في هذا الشكل، ادمان. انت بس تطلع منها بس بتفكر امتى بدي ارجع عليها، عشان انا بدي ارجع اسوي زي ما كنت مسوي، عشان هذاك الجسم حلو، بدي ارجع انا مش عاجبني زي أتصور. ما انا. فهمت علي؟ فببلش تقاوم في حالك، لا هذا الشهر، لا بهذا الشهر، خلص بعد رمضان ببلش كذا. فانت لا، انت لازم تفكر
كيف بدي أبطل لأنه هذا الإشي مش منيح، مش كيف بدي أرجع له. فهمت علي؟ إنه نتقبل حالنا أكتر. يعني إحنا انخلقنا في أحسن تكوين زي ما حكيت وفي صحة جيدة، علينا أن نلعب رياضة ونحافظ على صحتنا. أنت دخولك في هذا المجال أنت عم بتضر في صحتك كتير. أنت عم تنبسط في سنة سنتين في عز شبابك راح تندم عليها العمر كله. ليه الهرمونات؟ هرمونات. ليش حكيت بس العمر كله؟ لأنه فعليا أنت في عمر الشباب لسه متجوز أو مش متجوز أو في بداية فترة زواجك. أنت مع شريكة حياتك بدكم تكونوا أسرة، بدك تنشئ أسرة صحية. ممكن إنه سبب دخولك هذا الإشي يمنعك إنك تكون أسرة أصلا. وأظن المعظم فاهم علي. ليش؟ لأنه أنت حرمت حالك من إشي ربنا معطيك إياه بتجربة جدا بسيطة وبتجربة جدا بدي أحكي تافهة. فهمت علي؟ عشان بس شوية عضلات وشوية كذا حرمت من حالي إنه يكون عندي أولاد. واللي بقول لك إنه هذا الإشي ما بيأثر، لا بيأثر. لا بيأثر. أنا التمني اللي حكوا لي خد مالوش علاقة، بحكي لك هذا بواد وهذا بواد. لا بيأثر يا سيدي، بيأثر 10%. إذا في احتمال 10% صحيح. إنك ما تشوف أولاد في المستقبل، بتمشي في هذا الموضوع؟ لا أكيد لا. والكل راح يحكي لا، مش بس أنت، الكل راح يحكي لا. فهمت علي؟ وأنا فعليا ندمت عنده الصورة الكافية إنه يقدر يقرر. كثير أهم. بالضبط. كثير كثير أهم. مزبوط. وكمان في موضوع شائع، بعرف كثير ناس ما بحكي لك أنا ما بدخلش مجال الرياضة عشانه مكلف. في هذا الحكي في منه عشانه مكلف. صحيح. من ناحية التكلفة، شوف، إشي طبيعي أنت عم بتسوي إشي بكلف. يعني أنت لو تروح تشتري بنطلون هيكلفك 100-200 شيكل. أنت رايح كذا راح يكلفك 300 شيكل. بس فعليا لو تيجي تطلع التكلفة، أنت ممكن في طلعة مطعم تدفع 200 شيكل. طب هاي اشتراك النادي شهر كامل. تمام. ممكن مثلا في سهرة مع أبصر وين تدفع لك 300 شيكل. طب هاي أكل أسبوعين، دجاج ورز وكذا، واللي بده يحسب صحيح 300 شيكل. فيش داعي تاكل سمك وسلمون وأبصر إيش. لا، روح للدجاج أرخص، روح للعجل والتونة والعجل أرخص. فهمت علي؟ يعني بتقدر تغطي احتياجك بتكلفة جدا بسيطة. هلأ هي من ناحية مكلف صحيح وغير خصوصا صحيح. كمان الأجسام نحكي بالرياضة. ما هو خلينا نوضح. احنا اذا بس بدنا نهتم في صحتنا وبس بدنا نلعب تمارين على اساس نحافظ على لياقتنا وعلى المرونة وعلى جسم سليم تمام وقدرة عضلية نوعا ما جيدة نقدر نسوي فيها الوظائف المطلوبة اليومية تبعتنا، الموضوع مش مكلف ابدا. هلا اشوف اغلب الناس بتركز على شكل جسمي كيف حيكون. هذا الحكي عندهم أهم من كل شيء، أهم من اللياقة، أهم من الكيف. أنا شوف هذا الإشي انخلق فينا عجديد. يعني زمان ما كانوا يعرفوا إنه لازم الشكل هيك يكون في الطريقة هاي. هذا الإشي انخلق جواتنا بشكل نفسي اللي هو بتأثير السوشيال ميديا والإنستغرام والأجانب والكذا والأجسام المرسومة رسم وكذا. فإحنا تصور جوا راسنا صورة إنه أنا لازم أكون هيك. أنا دخلت الجيم يعني لازم أكون هيك. أنا ما جبتش هذا الجول بعد شهرين بترك. أيوة هيك. فهمت علي؟ فلا، ما تحطش حالك لهذا الحد وما تحطش في راسك هاي الفكرة. أنت داخل تجيب أحسن صورة ممكن تجيبها في الوضع الطبيعي. تمام. جبت شكل حلو كان به، ما جبت شكل حلو أيام طلعت في صحة جيدة. صح. شو بدك أحسن من هيك؟ فهمت علي؟ بس الشكل ما بيجي بيوم ولا يومين ولا 3 ولا 10. يعني انت هلا روح سجل في الجيم، العب روح طلع في المراية تغير شيء؟ لا. طب تاني يوم رحت على الجيم العب روحت تغير شيء؟ كمان لا. بعد شهر يعني يمكن بعد شهرين بلشنا نلاحظ. صحيح. بس ما بلشنا نلاحظ على 59 يوم و60 يوم. يعني الفرق بين 59 و60 يوم فيش فرق طبعا. بس 60 يوم واليوم الأول في فرق. فهذا لازم نطلع عليه. كشكل شخصي. يعني أنت لازم تقارن حالك بنفسك، ما تقارن حالك في غيرك.
يعني انت ما تدخل على الجيم تشوف واحد له 10 سنين بيلعب بصير مثله. بدي اصير مثله بشهر وشهرين. هذا الاشي زي ما حكينا مستحيل. اها. علميا مستحيل، فيزيائيا مستحيل، كل الحضارات مستحيل. فلا، انت حط صورة لحالك، قارن حالك بشكل شخصي، انا كيف عم بتطور، وشجع حالك انك تتطور بزيادة. بس مش انك تغصب حالك بزيادة وتحط حالك تكلفة زيادة وتحط على حالك اشياء انت مش مضطر عليها. فهمت علي؟ هلا اذا بدنا نحكي مكلف، مكلف للي بده يسوي جسم، لانه بده يدخل في الموضوع اكل معين، طبخ، طريقة طبخ معينة، اوقات اكل معينة. هذا رح نتطرق عليها في ناحية الناس اللي عندهم سمنة وهاي اها. الامور. اكل معين، طريقة طبخ معين، نوعية اكل معينة، توقيت تمرين كذا. ف واللي بدخل المكلف في هذا الموضوع اللي هو المكملات المساعدة على أساس توصل للشكل المعين. أنت إنسان رياضي بشكل رياضي، فهمت علي؟ اوكي. فهون الموضوع مكلف، لأنه مش بس مكلف إنه آه، مش بس مكلف إنه أنا أصرف على الأكل والمكملات، مكلف إنه راح يحرق وقتك مقابل اشي تاني. مقابل إشي تاني، إنه أنت بتقدر تطلع فيه مصاري. لا، هو راح يحرق وقتك، إنه أنت راح تضلك بس مهتم في الصحة، مش راح تقدر تشتغل وتطلع اوكي. مصاري. لأنه فعليا شو بيحكوا تايم از ماني. صحيح. يعني أنا إذا معي وقت، أنا قدرت أسوي مال، أنا ضيعت هذا الوقت، أو بديش حق ضيعته، استنفذت هذا الوقت في إني أهتم في صحتي وأهتم في التغذية وأهتم في التمرين وكذا. أنا عم بحرق وقت في إشي أنا ممكن أجيب منه مصاري. فأنا بشوف من هذا المنطلق هو مكلف لكن صحتك اهم من المصاري بالنهاية. بألف مرة. صحيح. بس الاعتدال، اها. يعني لازم نعتدل. في ناس بصير عندها هوس. ما يعني فيش داعي تعقد الموضوع. يعني أنا أروح دجاج وبروكلي وأبصر شو تغذية وهذا وعلى الجرام وزادت ميزان. رزة ونقصت رزة. ليش؟ ما في داعي تعقد الموضوع من مرة. كل اللي عليك تسويه تشيل العادات السيئة اللي إحنا كلنا متأثرين فيها. العادات السيئة يا سيدي العزيز اللي هي طبيعة الأكل اللي إحنا بناكله في البيت، طريقة الطبخ اللي إحنا بنطبخ فيها في البيت، كمية الأكل اللي إحنا بناكلها في الوجبة الواحدة، اها. توقيت الأكل اللي إحنا بناكله له دور هذا الحكي. له دور. كله رح نجي له واحد واحد. وقت الأكل اللي إحنا بناكله هذا حكينا عنها. زي ما تحكي راحت عن بالي، اللي هم الأربعة شغلات هدول. من ناحية طريقة الأكل اللي بناكلها، طريقة الطبخ بتكون يعني فيها سمنة كتير، فيها زيت كتير، فيها قلي بعض الأحيان، فيها سعرات غير محسوبة. فهو أنت لو تيجي تطلع على الصحن اللي إحنا بناكله مثلا، أعطيني أي اسم طبخة ممكن تاكلها في البيت. مقلوبة مثلا. مقلوبة، حلو الكلام. أنت جبت صحن مقلوبة، تمام. كيف الناس بياكلوا صحن المقلوبة؟ تمام. لحمة، رز 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 رز، بتنجان، جزر مقلي، بطاطا مقلية، بندورة، بندورة، شعرية. غير الزيت اللي بنحط تحت وكذا، اللي بستقلبها بنزل على كل الرز. هذا الاشي الدمار أنا بسميه. انت افهم الصحن اللي بتاكله، بتاخد الجسم اللي بدك على اياه. الرغم انه مثلا يكون كل شيء صحي، لحمة، انت لو دجاج. تطلع لحمه مش صحي، رز نشويات اشي صحي، بتنجان نبات صحي، جزر باول نظر برضه صحي، بطاطا اشي صحي. لا بس انت جمعتهم طريقه غير صحيه. اوكي. كميه الزيت غير صحي، كميه السعرات اللي في هذا الصحن غير صحي. عالي مثلا يمكن تكون. احنا بدناش ندخل ان انه نصير يعني نصعب الموضوع علينا ونعقده، بس لازم نفهم شو بناكل. صحيح. يعني الطريقة الصحيحة انه انت انفرض عليك تاكل مقلوبة، تمام، حط رز بس ما تحطش كتير. يعني حطيت مثلا قطعة لحمة هالقد، حط قدها رز، ما تحط رز إنه رز ولحمة. لحمة. لحمة ما بينفعش، لأنه كمية الكارب هاي لما تدخل عالي الجسم كثير. عالي كتير. الجسم ما راح يقدر يستخدمها كلها، فراح يروح على مخازنها.
اذا بدك تزيد زيد بروتين، لانه بروتين فعليا مش راح تقدر تاكل كميه كبيره قد ما بتقدر تاكل رز. فهمت علي؟ زي ما لما ناكل برجر، تخيل انت صحن المقلوبه هو البرجر، بينفع تاكل برجر كالتالي، لحمه تمام، خبز 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 خبز، اذا بحط لك هيك صاحب المحل والله بتضربه. تمام، لا انت بتاكل لحمه وتقريبا قدها خبز، صحيح. اكبر منها بشوي. ما بنحكي إن البرجر صحي، بس انا بحكي لك يعني مجازيا. فاهم عليك. فلا بدنا نتعامل في هذا الاساس، انه النشويات مقابلها البقوليات، بس ما نبالغ، ونفهم الكمية المنطقية اللي انا عم باكل فيها. فهمت علي؟ يعني انت في صحن مقلوب زي هاي جبت ال 2000 سعرة، طب انت احتياجك مثلا 3000 سعرة، انت قديش خلص من احتياجك؟ يعني شو ضايل لك؟ 10 حبات كاشو مع شوية عصير يعطيك العافية. لا، بنفعش. لازم نفهم انه كل وجبة لازم تتمحور حوالين عدد سعرات معينة، على اساس انه نوزعهم على مدار اليوم 3 وجبات more than enough. حتى لو كان الاكل فيه شوية زيت وفيه شوية دهون فيك تحكي عالية نوعا ما، بس احنا ضلينا بالرينج الطبيعي. هلا السمنة ما بتيجي في يوم وليلة. صحيح. لو بدنا نحكي عن السمنة، خصوصا الناس اللي عندها سمنة بتواجه مشاكل نفسية كبيرة كمان غير الأكل وهاي الأمور. شوف، أنا أكبر مشكلة نفسية شفتها في الشباب من ناحية السمنة، مش إنه هو عنده سمنة، هي المشكلة برضه نفسية، إنه هو مش متقبل نفسه ومستحي من نفسه ومتضايق من نظرة الناس لإله أو تقبل الناس لإله. أوكي. فبتلاحظ إنه معظم اللي عندهم سمنة ما بروح على النادي. لا جد بحكي. بقول لك لا أنا بقدرش أروح على النادي عشان أنا بستحي. بقول لك أنا خجلان، جسمي مش حلو أشلح قدام، سوري بالكلمة، إنه أغير قدام المعضلين وكذا، فأنا بستحي. فأنا ما عندي الثقة النفسية في جسمي الكاملة أو الكافية إني أروح على الجيم. إنه أنت ليش حارم حالك؟ يعني ليش أنت حطيت هذا الإشي على حالك؟ لا، عادي، أنت بتقدر تتقبل نفسك، غيرك رح يتقبلك إذا أنت حاطط هدف قدامك إنه أنا بدي أغير من حالي. بالعكس رح تلاقي الدعم من غيرك. فالموضوع السمنة لازم أول إشي الشخص إنه يواجهه بالقبول، إنه أنا قبلت إنه أنا هيك، بس أنا بدي أغير. أوكي. فهمت علي؟ هلأ من ناحية السمنة، هو ما بيجي في يوم وليلة، ولا بيجي في أسبوع ولا في أسبوعين. السمنة تراكمي. يعني أنا بحكي نظام حياة، اللي هو النمط الصحي اللي بيكون ماشي عليه أو النمط التغذية. فبيحتاج إنه يغير بعض الأمور في حياته على أساس يتخلص من السمنة، وبرضه مش راح يتخلص من السمنة في يوم وليلة. أوكي. هاي المشكلة الثانية اللي بدي أقول أحكي عليها. في النادي بدخل النادي أسبوع أسبوعين يا دوب متحمل حاله إنه رايح قدام هدول بيلعب، عملنا زميلي كمان. ومش شايف تغيير، فأنا يئست، أنا بديش أكمل. لا، ما هو برضه أنت إلك 10 سنين بتبني في هالكرش، بدك إياه يروح في أسبوعين؟ مش منطق. فهمت علي؟ فلا، بدنا نشتغل، بدنا نتعب، بدك تغير الأساسيات في حياتك اللي هي الأساسيات الغير صحية اللي بتسويها في يومك. طريقة التغذية، نوع الأكل، وقت الأكل، النتويش اللي بنتوشها هون وهون، كيف أشرب الشاي تبعي. لا، اشرب الشاي بدون سكر، شو بده يصير؟ استعمل المحليات الصناعية أحسن ما تحط السكر. يعني أوكي، بيقول لك الستيفيا فيه افتر تيست مش زاكي. طب انت على اي اساس حكمت؟ جربت نوع، نوعين، 3، جربهم كلهم ويا سيدي بدون سكر، مش صحتك اهم. اول مرة مش متعود، تاني مرة مش متعود، ثالث مرة، رابع مرة. انا شخصيا كنت قبل ما بلش في الجيم كنت احط 3 معالق سكر في الكاسة. حاليا ولا معلقة، بشربش الشاي اذا فيه سكر. لازم نسوي حلقة عن السكر. السكر لأنه السكر عالم كبير. السكر هو سبب كل المصايب. السم الأبيض بيحكوا له، السمين الأبيضين، السمين، الملح والسكر. الملح مفيد
ملح، بس انه بضل اخف من السكر عشان صحيح. فيش ناس عندها اقبال على الملح مثلا. بس هو السكر بيحكوا له السم الابيض. آه. ليش؟ لانه احنا محتاجينه في كل شيء، لانه هو بحلي حياتنا، بس بنفس الوقت بدمرها اوفر تايم. فهمت علي؟ فنرجع لفكره انه انا اشرب الشاي بدون سكر. شو راح يصير؟ مش راح يصير إشي، بالعكس راح تستفيد. راح تلاحظ حالك انك قللت سعرات على حالك. 3 معالق سكر يعني كمية سعرات ضخمة. ما بعرفش قديش بالضبط، بس يعني ممكن يجيبوا لهم مثلا 400 سعرة. ال3 معالق هدول الهبل اللي حطيتهم 400 سعرة مثلا. هدول اتوقع عشان اضيعهم بدي اركض ساعة ونص. إذا مش أكتر أو آه. أكثر أو تقريبا أقل يعني تقريبا. بهالرينج. طب أنا ليش أحط حالي تحت هذا الجهد؟ بس هو فعليا لو ركضت ساعة ونص مش راح تحرقهم، لأنه في غيرهم أنت أكلت. اها. يعني أنت ما حسيت فيهم أصلا. هدول لسه بس هيك بكاسة شاي اجوك وانت مش بس حاسس. ككثافة سعرات أنت حطيتها في كاسة واحدة، أنت بغنى عنها. اوكي. وعلى هذا المثال قيس باقي الشغلات. إنه أنا بدي آكل مقلوبة، بدي أعرف شو أطول منها، شو آكل شو ما آكل، حجم الصحن. بدي أفطر، بدي أعرف شو أفطر. أبعد عن المقالي كليا. المقالي لازم تطلع من حياتك كليا، بكل أشكالها. كل اشكالها. تمام. أنا دائما بعطي مثال، خبزة اللبنة. خبزة اللبنة مثلا الرغيف جواته لبنة، هي 120 سعرة فرضا، ما بقول لك بالضبط. 120 سعرة، ضيف معلقتين زيت عليهم، قديش صار؟ معلقتين زيت مش راح تحس فيهم. 120 240 مع 120 اللبنة هي 360. طب احنا كنا 120 صرنا 360، معلقتين زيت. معلقتين زيت بس. راح تحس فيهم؟ مش راح تحس فيهم. أها. بس انت بتحكي على 300 تقريبا 350 سعرة، بس إضافة جدا بسيطة على خبزة اللبنة. أوبا. هاي على مر الوقت شو راح يصير؟ فهمت دمار. علي؟ دمار. زي، كيف أقول لك، زي اللي باخد معاش وبحوش. تمام. انت مثلا بتاخد 2500 شيكل في الشهر. تمام. بدك تصرفهم، تصرف 2000 في الشهر. ال 500 وين بدك تضبهم؟ في جيبتك. الشهر اللي بعده 500 ورا 500 ورا 500 رح تحوش. أها. فانت فعليا اذا ما حرقت، هلا الناس بتحب تحوش بس انا بحكي على الدهون. هذا مثال يعني. فهمت علي؟ الناس اللي بتحوش اوفر تايم رح يصير عندك كمية، بس مش رح تحسها في اول شهر ولا ثاني شهر ولا ثالث شهر، رح تحسها بعد سنة سنتين 3 ورح تضلها تزيد. فانت اذا ما بتحرق كمية الاكل اللي بتاكلها، تمام، رح يصير عندك مشكلة انه عندي زيادة مش عارف اتخلص منها، مش عارف احرقها. فما بالك في واحد بياكل 4000 وهو معدل الحرق تبعه 2500، هي زاد عنده 1500 وعد على مدار الاشهر. فهمت علي؟ فانا لازم ازيد من نشاطي. سعرات المحافظة إذا بدنا نحكي عليها بشكل عام، أنا بوجهي الشخصي برأيي الشخصي، ما في حدا بيقدر يحسب لك السعرات الفعلية اللي أنت بتحرقها في خلال اليوم. ليش؟ لأنه هذا مجال كتير كبير، وحتى للآن اخترعوا معادلة بس فيها متغيرات غير محسوبة. أها. المعادلة اسمها تي دي اي Total Daily Energy Expenditure، اللي هو معدل الحرق اليومي للطاقة. اللي هو الايض ولا اشي تاني يعني؟ لا، هو مش سرعة الأيض. اوكي. مش سرعة الأيض. اها. معدل الحرق، هذا قديش أنت بتحرق فيه. هذا بدخل في المعادلة هاي أكثر من شق. الشق الأول اللي هو قديش أنا بحرق خلال حركتي اليومية كلها، قديش أنا بحرق وأنا صاحي، قديش أعضائي الداخلية بتحرق لأنها بتحتاج لطاقة، طبعا. قديش أنا بحرق خلال نومي. فهمت علي؟ فالمعادلة هاي بدخل فيها كل هاي الأشياء. فإحنا عشان نقدر نوازن بين حجم الأكل اللي بناكله مع حجم الطاقة اللي بنستهلكها، غالبا إحنا ناقصين. فبنرفع كمية الطاقة الحركية اللي أنا بعملها عشان أصير إنسان غير خامل، تمام، على أساس نوافق كمية الحرق مع كمية
البنزين اللي بدخل على الجسم. اوكي. فهمت علي؟ اها. فدائما بنروح في اتجاه ايش؟ اللي هو الرياضة، المقاومة، اللي هو الاكتيفيتي ريت. فهمت علي؟ ما بنقدر نتدخل في موضوع الحركة المعوية اللي في الجسم، كمية الطاقة اللي بيستهلكها. ما بنقدر ندخل في مثلا هاي الحركة، هاي انت فعليا عم تحرق وانت قاعد ما بتسوي اشي، انت عم تحرق، جسمك شغال. الاعضاء الداخليه زي قلبك السيارة شغال. الواقفة الطافية، سوري، السيارة الواقفة اللي حاطة بارك، انت شغال عم تاخد بنزين، بس مش زي لما تتحرك. اوكي. فهمت علي؟ هذا من ناحية علمية. فلازم نفهم هذا الاشي، انه لازم نوازن بين انه قديش بناكل وقديش بنحرق. فهمت علي؟ فهذا بموضوع السمنة، انه احنا اذا فهمنا شو بناكل، فهمنا قديش حركتنا في اليوم، للناس الموظفين، للناس الكذا، انا بحاجة ازيد حركتي. تمارين المقاومة مهمة جدا. تمام. للناس اللي الناس عندهم اللي بيعانوا سمنة. من السمنه. ليش؟ لانه فعليا الكمية الكبرى من كمية الحرق في الجسم في هاي المعادلة اها. اللي هي العضلات. اوكي. عندك كتلة عضلية أكتر، عندك سرعة أيض أكبر. اها. هذا الإشي اللي سألتني عنه، اللي هو معدل حرق شو اسمه الميتابوليزم زي ما بيحكوها، سرعة الأيض. كل ما زادت الكتلة العضلية كل ما زادت سرعة الأيض، اللي هو قدرة العضلات على تخزين وتكسير الأكل اللي بيدخل الجسم. فأنت بدك كتلة عضلية زيادة بتحرق الدهون اللي زيادة اللي بجسمك. فهمت علي؟ يعني إذا بدنا نعطي مثال، 2 ضخام، أوكي، واحد طوله 160 سنتي وواحد طوله 180 سنتي، أوكي، التنين تركتهم في الصحراء، بس واحد ضخم عضلات وواحد ضخم سمنة، مين راح يموت في الآخر؟ أنت جاوبني. اللي بيعاني من السمنه. صحيح. ليش؟ لأنه هذا مليان مخزون. اوكي. اللي عنده عضلات بيستعمل طاقة كتير، بنزينه رح يخلص بسرعة، لأنه عضلاته عم تستهلك كتير. فهمت علي؟ ولكن اللي عنده دهون عنده مخازن كتير، فرح يضله يسحب من هاي المخازن، تمام، لحد ما يفقد المخزون اللي عنده. فهمت علي؟ فرح يعيش فترة أطول. فاللي عنده اللي عنده كمية عضلية أكبر، يعني عنده قدرة على الحرق أكتر. فأنت فعليا إذا سمين ما تحكي أنا بدي أضعف بعدين أسوي جسم، لا، ابني كتلة عضلية، بلش ابني كتلة عضلية. الكتلة العضلية هي اللي رح تحرق السموم والسمنة اللي عندك، هلا الدهون يعني بشكل أحرى. في ناس اللي بتمارس، نحكي الرياضة، الناس اللي بتعاني من السمنة وبتمارس الرياضة، بلاحظ بحط يوم فري، بحكي لك هذا يوم فري. هو فيش شيء اسمه يوم فري. هيك هم بيحكوا. هو تشيت ميل. ومرات ما بيلزم. فهمت علي؟ هاي هي مشكلة اليوم الفري. يعني انت بتبلش الصبح مثلا كيف نحكيها، مقالي وعلى فلافل وعلى برجر تعود كل وابصر شو، اسبوع بعدين بحلي، بعدين كوكتيلات، بعدين لا انت تحسه جكره اليوم. ليش؟ لانه انت فعليا الاكل اللي انت بتاكله اليوم او اللي بتاكله هلا مش رح تستفيد منه بعد ساعتين. يعني هاي المعلومة برضو معلومة حلوة، انه انت مش بتاكل هلا بعد ساعتين تستعمل الاكل اللي اكلته. انت فعليا اليوم عم تستعمل الاكل اللي اكلته امبارح. فهمت علي؟ فهمت. لانه الجسم يدخل عليه الاكل ويحلله ويفتته ويوزعه بياخد وقت. فهمت علي؟ بس هضم المعدة ممكن يتم خلال 2 ل3 ساعات. ف من ناحية الأكل، أنت لما نقيسها، إحنا بنقيسها أسبوعيا، فأنت مثلا لما تدخل في يوم 7000 كالوري، خلاص ضيعت كل شيء. ضيعت كل الأسبوع، أنت لازم تصوم 3 أيام. فهمت علي؟ فهلا هي الوجبة عشان تحرك الجسم أو تنشط الجسم من ناحية تعبئة المخازن وكذا. إذا كنت حارب جسمك لك فترة طويلة، اللي هو إحنا بنعرفها تشيت ميل، اللي بقعد مثلا ديفيسيت 1500 كالوري مثلا وهو بيحتاج 2000، بقعد 500 ديفيسيت لمدة شهر أو لمدة 3 أسابيع.
فبحاجة عشان يعبي مخازن الطاقة ويرجع يعطي الطاقة والحيوية اللي كانت عنده، بحاجة لتشيت ميل اللي هي تنعنش شوي تنعنش شوي. عشان يقدر يستمر. اها فهمت علي؟ اوكي. بس في ناس بتاخد هذا اليوم جكر، انه انا اي اشي قدامي بدي اكله، سواء حلويات، اكل الوجبات السريعه او الى هو اخره. بجاكر في حاله، بجاكر بجاكرش في في حدا. يعني لازم يدير باله على حاله، ما يبالغ. آه. يعني ياخد الاشي اللي هو بحبه، ولكن زي ما كان يقلل في الاكل التاني اللي هو قلل الاكل منه. الصحي، يقلل من هذا الاشي. خد حاجتك. في عنا ادمان على السكر. يعني احنا كتير بس نبلش في دايت او نبلش في حمية او نبلش في كذا، كتير بخطر على بالنا السكر. هو فعليا اوكي. انت ليش مشتهي السكر؟ يعني انت جد محتاج سكر؟ ما انت بتاكل. بس ليش بيجي على بالك السكر؟ الجسم بيبعت اشارات، المخ بيبعت اشارات للدماغ، الدماغ بيبعت اشارات انه انا بدي سكر. ليش؟ السكر بسيط، تفتيته سهل، عملية تفتيته جدا سهل. فهمت علي؟ هو سكر بسيط اصلا. فكمية الطاقة اللي بيبذلها الجسم عشان يستخلص الكربوهيدرات ويستخلص السكر هذا جدا أقل من إنك تاكل بطاطا أو تاكل رز، لأن هذولاك كربوهيدرات معقدة. أنت لما تدخل عليه كربوهيدرات بسيطة وتعوده عليها، الجسم مرتاح. فأنت لما تدخل عليه سكر تحرمه من السكر، أنت حرمته من الراحة، صار الجسم يشتغل. ففعليا انت بس لما تدخل كربوهيدرات معقدة وتنظف اكلك، انت جسمك رح يصير يبذل طاقة اكبر في عملية الهضم، فرح تلاحظ انك ضعفت ممكن بدون تمرين. فهمت علي؟ من خلال اكله. من خلال اكله، لانه صار في جهد داخلي في الجسم انه اقدر استخلص الاكل هذا من اللي دخل علي واستفيد منه. اوكي. فهمت علي؟ ف بس من هاي الناحية انه افهم شو بتاكل، افهم امتى بتاكله، افهم الكمية اللي بتاكلها وبس. كمان في ناس اللي بخصوص الاكل اللي قبل النوم، اه ايش رايك في هذا الاشي؟ لا شوف، الاكل بشكل عام مش شرط الناس اللي بتعاني من السمنه. مم. الاكل قبل النوم ما بنصح. هذا الجواب بدهم اوكي. ما بنصح. يعني انا باكل، انا مثلا بنام على 12 باكل 11 ونص، والحمد لله يعني الله علي. أها. فهمت علي؟ الاكل قبل النوم ما بنصح. اوكي. هي العلاقة انت شو بتاكل قبل النوم. تمام، لانه هذا بيأثر على مر الزمن. يعني انت اذا بتاكل اكل مقالي ودهون عالية وكربوهيدرات عالية، انت فعليا افراز الانسولين وانت نايم ما بيكون زي وانت صاحي. تمام، توزيع الاكل وانت نايم ما بيكون زي وانت صاحي. فهو بس من هذا المنطلق، بس فعليا ما بيأثر. فهمت علي؟ ليش؟ لانه الجسم بفهم سعرات، ما بفهم انت شو بتاكل. صحيح. الجسم بفهم بروتين 4 سعرات 1 جرام، كربوهيدرات 4 سعرات، فات 9 سعرات. اوكي. ما بفهم هو انت اكلت برجر، انت اكلت كنافة، انت اكلت صحن دجاج مع بروكلي. ما بفهم هاي الشغلات. له في المجموع تبع السعرات. له في المجموع تبع السعرات. اوكي. فانت اذا ضليتك في النطاق السعراتي الصح، اها. انت جسمك راح يتصرف بناء على هذا النطاق. اوكي. اما اذا تخطيته راح يبلش شو؟ راح يبلش يخزن، راح يبلش فيه اثار جانبيه. احنا ما حكينا عن نوعيه. هلا لما يدخل الزيوت المهدرجه، لما يدخل نوعيه الاكل السيء، نوعيه الاكل اللي داخل فيه دهون او الشحوم الزياده، هذا هو اللي بأثر. فهمت علي؟ يعني في دراسة انعملت على واحد كان ناصح، هو عمل الدراسة بنفسه. اوكي. أنا ناسي تفاصيلها بس راح أعطيك الخلاصة منها. تمام. فعمل دراسة على نفسه إنه أنا بدي أضعف. وكيف ضعف وهو الدايت تبعه عبارة عن شقفة كيكة واحدة. تمام، شقفة كيكة تجارية عادي بيشتريها من أي محل. فقاس سعراته اللي بيحتاجها على شقفة الكيك هاي، وبلش ياكل باحتياجه بالضبط، وعمل تنقيص في سعراته بحجم معين بدون رياضة.
فعليا بعد فترة زمنية خسر كمية وزن كبيرة. طب كيف صار هذا الاشي؟ فعليا طبق مبدأ السعرات. اها. فهمت علي؟ لما تطبق مبدأ السعرات انت راح تستفيد. ليش؟ لانه انت عندك الجسم زي ما قلت لك بفهم فات بروتين كارب. أربعة الفات 9، الكارب 4، البروتين بروتين 4. 4. بس أنت إحنا محتاجين من الفيتامينز، محتاجين الفايبرز، محتاجين كل هاي الشغلات. فعشان هيك بنسوي دايت صحي في كل هاي عشان اخذ كل الاشياء عشان اللي انا ناخد اللي بحاجتها. بتلزمني 100%. فلما تغطي كل هاي الأشياء أنت وضمن نطاق سعراتك المسموح لك، أنت في الطبيعي. حتى لو تاكل كل أكلك تقريبا آخر 3 ساعات قبل ما تنام. يعني لو اها. ما تاكل إشي من الصبح وتاكل آخر 3 ساعات قبل ما تنام، نفس النتيجة راح تجيب. نفس النتيجة. ما راح أثر ولا إشي. اوكي. يعني هلا على سبيل المثال، انا لو بحاجة في اليوم نحكي ل 2500 سعر حراري، لو اكلتهم بوجبة واحدة نفس النتيجة لو قسمتهم خلال اليوم؟ تقريبا نفس النتيجة، تقريبا نفس النتيجة. يعني 99% صحيح. اها. جميل. طيب، هل الرياضة لها علاقة بالمزاج؟ جدا جدا. جدا. بتحسنه ولا؟ أنا بالنسبة لي كتير بتحسنه. اوكي. كتير كتير بتحسنه. شوف، بعد فترة، يعني أنا بحكي عن حالي وعن تجربتي. امم. بعد فترة وصلت للجسم اللي بدي إياه، حققت كل شي بدي إياه، بتمل. صح. فأنا فعليا من تجربتي الشخصية صرت أروح على الجيم بس عشان الراحة النفسية اللي بكتسبها بعد ما أخلص تمرين. اللي هو مثلا أنت لما تعمل أي تمرين مقاومة، وهذا الإشي مثبت في كتير دراسات، أنت بتشيل جزء كبير من الاسترس الموجود في جسمك اللي احنا بنتعرض له كل يوم بشتى أشكاله وبشتى أنواعه. الاسترس هذا إذا ضله في جسمك بيأثر عليك تأثير سلبي. ففعليا أنت لما تروح على الجيم وتعمل مقاومة أو تلعب أي نوع رياضة، تمام، أنت حطيت جسمك أو عضلاتك تحت ضغط. بعد الضغط هذا عضلاتك راح ترتخي. فالرخوة في العضلات وإنك أنت محتاج الراحة راح لحاله يعطيك الشعور بالراحة والارتياح. يعني أنا هلأ خلص لازم أقعد وأهدى. هذه هي اللي جسمك بيجبرك عليها، هي اللي بتعطيك المزاج المنيح. وزي ما تحكي هي فشة غل. يعني احنا بنروح نتمرن بنشد حالنا اساسا نطلع الغضب اللي جواتنا. اوكي. فهي one way or another بتأثر على المزاج بشكل، أنا بحده، أنا بعده كتير منيح. كثير منيح. كتير 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 مريح، مش شوي. يعني بعض مرات بروح على الجيم مش عارف شو بدي أتمرن، بس بكفيني إني وصلت على الجيم، وصلت الجو الاجتماعي المنيح، وصلت البيئة. البيئة اللي فيك تحكي بقدر أطلع فيها اللي جواتي. اوكي. ما بتلاقي حالك غير بلشت تلعب، خلصت تمرينك، انت مرتاح، كل شيء تمام، والوضع حلو. حلو. انا من احدى الاشخاص، يمكن بفترة شهر او شهرين نحكي، كنت كل يوم الصبح مثلا اصحى الساعة 6 اركض ساعة زمن. امم. جميل. فصار عندي خلال هاي الفترة ادمان على هاي العادة. امم. حرفيا ادمان. حلو. انه اصحى كل يوم مثلا مش شرط 6 7، بس المهم انه اول ما اصحى من النوم اني اركض. ليش صار عندي ادمان على هذا الاشي؟ مثلا حتى مثلا في ايام مثلا احكي كنت انام على الساعة 1 على الساعة 2، غصب عني اصحى الساعة 7 الصبح واني اركض او اسوي اي حركة الصبح قبل ما افطر. شوف، أنا مش دكتور اها. ولا عالم نفسي ولا إشي، بس أنا بقول لك من واقع تجربتي وقرأت كتير شغلات بالعلم النفس. بقول لك اها. إذا أنت عندك ضغط نفسي أو أنت عندك مشكلة نفسية، مهم. شو بنصحوك؟ اطلع امشي، يا الصباح البدري يا إما في المساء. اوكي. ليش؟ أنت لما تمشي ويتغير الأشكال حواليك، وتشوف شجر، تشوف مثلا حشيش، تشوف زهرة طالعة، تشوف أي إشي، هذا الإشي بيخلق جواتك بعامل نفسي
الراحة. هذا بعلم النفس. اوكي. فهو ممكن أنا أربط بين اللي أنت اللي كنت تعيشه، بين التجربة الشخصية إنك عملت تغيير في حياتك. اوكي. التغيير هذا أعطاك شعور بالراحة. مش بيحكوها كل جديد له طاقته. فهو فعليا أنت غيرت من نمط حياتك، غيرت من أسلوب حياتك، فضفت إشي جديد على حياتك، فأعطاك الراحة، وأعطاك الشعور بالتجديد، الشعور بتقوية النفس، الشعور بالراحة النفسية. فهذا الشعور ممكن تحط سببه إنه أنا طلعت أمشي وطلعت أركض، عدا إنه صحيا منيح. أنا بحكي من ناحية نفسية. واللي بخلينا نكمل في المجال الصحي والمجال الرياضة ومجال كل هذا الإشي اللي هو الشعور النفسي، إنه إحنا بدنا نكمل، بدنا نستمر، أنا راضي، أنا مبسوط. فهمت علي؟ لأنه ما بدعمك غير نفسك، أو ما بيجلدك غير نفسك برضو. أنت لما تغلط في إشي، أكتر حدا بيجلد حاله هو نفسه. فهمت علي؟ فأنت لما تعمل إشي غلط، تعمل عادة غلط، فأنت بتصير تأنب حالك، فبدك ترجع للصح. لما تضبط هذا الإشي وتحس بالرضا عن حالك، رح تندم حالك أكتر وأكتر، وتبعد عن كل إشي سيء. فهمت علي؟ بنهاية البودكاست في سؤال كثير بيخطر في بالي دائما، إنه هل صحتك هي أكلك ورياضتك ونومك؟ صحيحة؟ يعني ما هو شوف شو ضل في اليوم. ما ضلش. احنا بنصحى، بناكل، بعدين بنشتغل، بعدين بنروح على التمرين، بعدين بنروح بنقعد في البيت بناكل لنا لقمة وبننام. يعني الصحة إشي مش صعب كثير اللي الناس لا، معقدته. هو نمط حياتك، نمط. بس بنعدل فيه أشياء بسيطة. أشياء بس. فهو فعليا صحتك هو زي ما حكيت اللي هي إيش؟ اللي هي الصحة، الرياضة والنوم والأكل. ما ضلش إشي تاني. فهمت مش علي؟ إشي معقد يعني. هلا في بين هدول الإشي اللي أنت بتعمله عشان تقدر تكمل حياتك اللي هو الشغل. هلا أنماط الشغل المختلفة بتسوي مشاكل صحية مختلفة. اللي هو اللي بيشتغل شغل مكتبي بلاحظ عنده ديسكات، اللي بيشتغل شغل مكتبي بلاحظ عنده مشاكل صحية، إنه سمنة مرات، ضعف ضغط دم، سكري، كذا. أنماط. واحد وهو بيشتغل ما بحس حاله شو باكل. فهي الاختلافات اللي بنضيفها على حياتنا بشتى أنواعها هي اللي بتأثر على صحتنا. فأنت لما تصحى تاكل الوجبة الصحية أو المنطقية اللي لازم تاكلها، تروح على شغلك، تأدي شغلك، تروح تاكل وجبة منطقية، تروح تتمرن تمرين منطقي إشي يتناسب مع وضعك، تروح على البيت تاكل لقمة، تقعد ترتاح، أو تطلع مشوار تاكل إشي صحي، أو في النطاق الصحي فيك تحكي. أنت هون مشيت في نمط صحي. أولا عن آخرا رح توصل للي بدك إياه إذا ضليتك في هذا النمط. فأنا بدعم دايما ما تغير تغيير مفاجئ في حياتك لنمط صحي. ستيب باي ستيب. غير نمط حياتك لنمط صحي. غير الأشياء اللي أنت بتسويها اللي بتضر فيك، الأشياء اللي بتضيفها على حياتك اللي بتأذيك، الأشياء اللي أنت بتكونش ملاحظ عليها. شوية مكسرات من هون، شوية شيبس وأنا بحضر، شوية كذا، شغل زيادة كذا. هاي الأنماط اللي بتضرك. فهمت علي؟ فأنت بدك جسم صحي، بدك جسم رياضي، كل شيء تمام، بس اهتم في الأشياء اللي بتضرك، اللي بتبعدك عن نطاق الصحة، من ناحية أكل، من ناحية قلة نوم، ومن ناحية راحة. مواضيع كثير لطيفة أسامة، والله استمتعنا، والمجال كثير واسع. صحيح استمتعنا. وكان في ودي كمان نتطرق لأمور كثير إن شاء الله في الحلقات الجاية. إن شاء الله. وشكرا لك سامي. العفو. شكرا لكم مشاهدينا، ويعطيكم العافية. يعطيكم العافية.